حضري بس كوبايه الشاي وتعالي اقول لك على اكتر حاجه كنت بحب ماما تعملها وانا صغيره وتعلمتها منها بالطريقه الاصليه بدون اضافات كتير واختراعات. هنعمل النهارده المنين الساده وبالعجوه والسمسم، وطالع اللهم بارك هش وخفيف وطعمه حلو ومقرمش ومش ناشف، وهقول لك كل التفاصيل اللي يطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا على طول. هاتي بقى نص كوبايه من الميه الدافيه، ودي كده مبدئيا لحد ما نشوف العجينه هتاخد معانا ايه. هحط عليها معلقه كبيره مليانه من السكر ومعلقه صغيره مليانه من الخميره. لو في الشتاء والدنيا برد قوي زودي رشه خميره كمان فوق المعلقه دي. قلبيهم وسيبيهم عشان نطمن على الخميره. وفي طبق تاني هحط نص كيلو من الدقيق، حوالي 4 كوبايات، وعليهم ربع معلقه صغيره من الملح و3 معالق كبار من السمسم، لاني انا بحب السمسم زياده. ممكن تكتفي بمعلقتين. وانزلي عليهم بقى بكوبايه من السمنه على زيت، يعني نص كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت. نوع السمنه بيفرق. الخطوه دي بقى اهم خطوه، ان احنا بنبث الدقيق مع السمنه كويس جدا، نفركه كده بايدينا. يعني خدي بقى وقتك في المرحله دي. بعد كده هنضيف عليهم الميه بالخميره، هضيفها تدريجيا. انا احتجت بعد نص كوبايه الميه دي ربع كوبايه كمان، بقيت اضيفها شويه بشويه لحد ما العجينه تتكون معاكي بالشكل ده. عجينه ما فيهاش عرق، بتديها بتقطع معاكي كده وما فيهاش اي تشققات، وتبقى طريه وناعمه معاكي بالشكل ده. ممكن تضيفي كمان حليب دافي بدل الميه. هسيبها بقى ترتاح 5 دقايق بس، المهم تكوني مغطياها علشان ما تنشفش. هاخدها بقى الفها لفه كمان كده بايدي وابدا بقى اشتغل. مش محتاجه انها تخمر في المرحله دي، انا بس سبتها ترتاح 5 دقايق عشان تبقى طريه معايا وانا بشتغل بيها. اخد بقى جزء من العجينه وافردها بشكل مستطيل واحط فيها الحشوه بتاعتي. انا هعملها بالعجوه. وتعالي بقى اقول لك على اسهل واسرع طريقه تعملي بيها العجوه في البيت، لان انا بصراحه ما بشتريش عجوه من بره. بجيب التمر الطري اللي هو السكري او اي تمر طري، اغسله كويس واشيل منه القشور وبضربه في الكبه، وبعدين اخده في طاسه كده على نار هاديه مع معلقه سمنه، وافضل اقلب فيه كده دقيقتين 3 على حسب الكميه اللي معاكي لحد ما يبخر السوائل اللي فيه ويتجمع معاكي. وطبعا بتسيبيها تبرد الاول، ما تستخدميهاش وهي سخنه. وبس كده بحطها بقى في عجينه المنين اللي معايا ده، وبقفلها كويس جدا علشان العجوه ما تخرجش وتنشف. وببدا اقفل بقى بالطول اللي انا عايزاه، وبحط كمان شويه سمسم على الوش وبضغطهم علشان ما يقعوش من على الوش. كل ما بتقطعي ارفع كل ما بيبقى احلى بصراحه. وده النوع الاول هرصه بقى في الصواني، وانا مش هحط تحت الصينيه ولا ورق زبده ولا هدهن صينيه باي حاجه، مش محتاجه. النوع التاني بقى اللي هو ساده بس، وانا بشتغل بقيه العجينه زي ما انتم شايفين هناك كده بتبقى متغطيه عشان ما تنشف. واول ما باخدها كده بلفها في ايدي كده بعجنه خفيفه خالص، مش بعجن كتير، علشان بس لو السمنه جمد. ده طبعا لو الجو برد هتبقى السمنه جمدت شويه، اديها كده عجنه صغيره قبل ما تشتغلي فيها. وابدأي بقى افرديها كده على شكل مستطيل او الشكل الحجم طبعا اللي تحبيه، وما تخليش سمكها يكون تخين قوي لان لسه هتعلى شويه كمان. وطبعا بتسويها من الجناب علشان تطلع متساويه. وبرده قطعيها بنفس الطريقه ورصيها في الصينيه، وهتغطي عليهم بقى وهم في الصواني، وهتسيبيهم يخمروا كمان ربع ساعه كده ولا حاجه لحد ما يعلوا شويه. لو الجو برد قوي هنزود مده التخمير شويه. وبعدين بدخلها على فرن سخن درجه حراره متوسطه. بدخله الاول على الرف الاوسط، بعد 10 دقائق برفعها على الشبكه اللي فوق، وبحط الصينيه الثانيه في الرف الاوسط علشان انجز في الخبز وما ياخدش معايا وقت. وكمان بشغل مروحه الفرن لو متوفره شغليها. وفي الاخر خالص بقى لما بياخد لون فاتح كده ممكن تشغلي عليه شوايه اخر دقيقه لو عايزه تاخدي تحميره اقوى من كده. هو ما بياخدش وقت كبير في الفرن، من 15 دقيقه ل 20 دقيقه تقريبا، وبيطلع معاكي بالجمال ده. سيبيه بقى لما يبرد خالص لان بيبقى لسه طري شويه. وبس كده، جربيه بقى مع كوبايه شاي، خطير بجد.